كالعادة واقفة مستنياني زي كل يوم، بس للأسف النهاردة الحاجة مش ليها. تعالوا بقى نشوف لما هتفتح الحاجة هتقتنع ولا هتزعل مني. طبعا عامل حسابي عشان أراضيها، جايب لها شوية حلويات هي بتحبهم علشان لو زعلت أو حاجة. بص واقفة تبص ازاي، حاسة إن الموضوع فيه غدر. عارفة لما بيكون الحاجة ليها باجي اديها لها هي على طول. نلم بقى الحاجة دي وندخل نشوفهم، عشان أنا حتى ما شفتهمش من عند الراجل اللي أنا جايبهم منه، فنشوف مع بعض كده عشان لو فيهم حاجة نبقى نرجعهم. ماشية ورايا متقدرة، مش عايزة تدخل أصلا. عارفة ايه بقى؟ ده سرير للنونة جديدة. وانا ماشي بالعربيه لقيت محل كبير كده عنده سراير اطفال جميله بصراحه، قلت اما انزل اجيب سرير كده للنونه الجديد. وبالمناسبه صح انا بفكر اسميه نوح، ايه رايكم في الاسم؟ واللي عنده اسماء كده برضو تاني يقولها لي لحد ما نستقر. بدات افرد في السرير بقى، وهي اول ما شافته اتفرد ما صدقت وجريت نزلت على الارض تجيلي الناحيه التانيه، وقفلت بقى دماغها خلاص على ان هي اللي هتاخده، ولا بيبي بقى ولا بتاع. شنجي لا بتاع النونه طبعا دي كلها كانت محاولات فاشله كتير مني ان اقنعها ان مش بتاعها، لا ده بتاع النونه، وهي ولا هنا واقفالي ومستنيه اما اخلص. وطبعا انا مسيطر معاها زي ما انتوا شايفين كده وما بسمعلهاش كلمه. بصوا تضحك ازاي، اللي هو انا هعمل اللي انا عايزاه برضو في الاخر. لا مش انت. احاول بقى اقنعها انها تطلع منه علشان المه، خلاص احنا كنا بنطمن عليه اذا كان سليم ولا في مشكله او اي حاجه، ولا هي هنا ولا كاني بتكلم. تقول لي لا يا معلم خلاص كده زي الفل ده بتاعنا، وروح بقى هات له انت واحد جديد. شكلي كده دبست نفسي في واحد تاني. يلا حطوا لها قلب واعملوا لها فولو لو لسه مش متابعينها. تقول لكم باي.